السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. زراعة 95% من الأراضي الزراعية في تسني. تكريم الطلاب المتفوقين في الإقليم الجنوبي. تقييم أعمال حملة التنمية الطلابية الصيفية في الإقليم الأوسط. بريطانيا تعلن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بسفن وصناعة أسلحة روسية. انطلاق أكبر مناورة عسكرية بين الولايات المتحدة واليابان. واشنطن تريد إعادة فتح سفارتها في بيلاروسيا. إلى التفاصيل. ذكرت مسؤولة مكتب الزراعة في مديرية تسني لملم زراي زراعة مساحة حوالي 95% من أكثر من 17605 هكتار من الأراضي الزراعية المطرية في 11 إدارة ضاحية في المديرية. وأوضح بأن الأمطار بدأت متأخرة لكنها تستمر بشكل جيد، مشيرة إلى زراعة الذرة في أراضي واسعة بالإضافة إلى الدخن وزهرة الشمس. ودعت المزارعين على تمهيد الأراضي الزراعية لدوره في الحد من الأعشاب الضارة ومكافحة الآفات وزيادة الإنتاج، مذكرة المزارعين بأهمية مراقبة حقولهم والعناية بها جيدا وإبلاغ مكتب الزراعة فور ملاحظة أي مخاطر طبيعية. تم تكريم 285 طالبا بجائزة دندن من منتسبي الدفعة 37 للخدمة الوطنية الذين حصلوا على 3 درجات أو أكثر في امتحان الشهادة الثانوية الوطني في حفل أقيم في دكام حري يوم 10 من سبتمبر. وقال الطلاب الذين قدموا من مديريات دكام حري وسجنيتي وعد قيح وميعيني وسنعفي وصرونا أن الجائزة لا تقدر جهودهم وإنجازاتهم فحسب، بل وتلعب أيضا دورا ملهما في تعليمهم بالكليات. وقال مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي السيد هبتزق كيداني ومسؤول اتحاد الشباب والطلبة بالإقليم السيد قرماي قبرو أن الجوائز جزءا من اهتمام الحكومة وتشجيعها للتعليم، مذكرين الطلاب للاجتهاد نحو التقدم الأكاديمي والتفوق العلمي لخدمة الشعب والحكومة بتفان وإخلاص. وأعرب أولياء الأمور عن سعادتهم وتقديرهم وتفوق أبنائهم، كون أن هذا النجاح جاء نتيجة تضافر جهود الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور المتكاملة. كانت المدارس الثلاث الأولى التي أهلت أكبر عدد من الطلاب للحصول على هذه الجوائز هذا العام على مستوى الإقليم هي مدرسة بانا حرنت بدكم حري ومدرسة حبن بمندفرة ومدرسة دكم حري الثانوية. تم تقييم حملة الطلاب الصيفية التنموية التي نفذت في الفترة من 7 يوليو وحتى 17 من أغسطس عام 2025 في الإقليم الأوسط يوم 10 من سبتمبر بحضور مسؤولين معنيين بفرع وزارتي التعليم والزراعة. وذكر مسؤول حملة الطلاب التنموية في فرع التعليم الأستاذ إفريم تخلو أنه كان من المقرر أن يشارك 7401 طالب من 22 مدرسة ثانوية في الحملة، لكن 5.3% منهم تخلفوا بأسباب مختلفة. وأضاف أن من بين 8348 طالبا شاركوا في الحملة كان 55 منهم من داخل مدينة أسمر و35% من مديريات بريخ وقال نفحي وسرجغة، حيث عمل الطلاب في 51 مركزا عاملة. على 95 منهم كانت الأنشطة الحفاظ على المياه والتربة، والخمسة المتبقية في المياه كانت من أعمال مختلفة أخرى. هذا وقد تم بناء أكثر من 450 ألف متر من القنوات الحوضية وحفر 277 ألف حفر للتشجير وزراعة 260 ألف شتلة، بالإضافة إلى زراعة أكثر من 60 ألف نوع من الشتول بحسب ما جاء في تقارير مسؤولي مكاتب التعليم والزراعة بالمديريات. وبعد المناقشات اتفق المشاركون على ضرورة أن تتحمل القرى والإدارات مسؤولية حماية ومراقبة الأشجار المزروعة والتفكير جديا في توفير خدمات النقل للمزارعين، لأن الأراضي المعالجة بعيدة عن المدينة، وتعزيز علاقة العمل بين قطاعي التعليم والزراعة إلى جانب آراء مختلفة ذات الصلة بالبرنامج التنموي. وأشار مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هابتقابري إلى أن العمل المنجز كان مرضيا، مذكرا الشركاء بالعمل معا للحصول على نتائج أفضل.
وفي الختام أشاد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية بإدارة الإقليم الأوسط العقيد جبر يوهانس والقرقيش بعمل الطلاب والمرشدين الفاعل وحث بالاهتمام للرعاية الصحية التي يجب توفيرها للمشاركين في الحملة، إلى جانب تقييم الأنشطة التي قام بها الطلاب المشاركون في سلامة الطرقات والسلامة العامة من قبل المعنيين بشكل جيد. نظم مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم الجنوبي دورة تدريبية حول تحسين كفاءة الأنشطة التنظيمية والسياسية في الفترة من 6 وحتى 9 سبتمبر في مدينة منرفرة. ركز التدريب الذي شارك فيه أعضاء من مكاتب 12 مديرية تابعة للجبهة والاتحاد الوطني للشباب والطلبة إريتريا بالإقليم، ركز على المبادئ التوجيهية وإجراءات للإدارة المالية وتنظيم وإدارة المستندات والوثائق وعملية تنفيذ الأنشطة السياسية والتنظيمية. وقال مسؤول الشؤون التنظيمية بالإقليم السيد صالح عثمان أن هدف الدورة هو تعزيز أنشطة الجبهة من خلال تعزيز قدرة أعضائها وإدخال تغييرات إجرائية والقيام بعمل فاعل وتنفيذ البرامج المرجوة. وقال المشاركون أن التدريب سيساعد بجميع الأعضاء على الحصول على رؤية مشتركة للعمل، كما سيساهم في رفع كفاءة ونجاح عملهم. وأخيرا حثت سكرتير الجبهة في الإقليم الجنوبي السيدة أمتى نقوسين المتدربين على تطوير وتوسيع المعرفة التي اكتسبوها في مكان العمل، مشيرة إلى ضرورة الاستناد إلى العلم والمعرفة في أداء العمل المؤسسي والتنظيمي على حد سواء. استشهد في 10 سبتمبر رئيس الجمعية الوطنية للمكفوفين المناضل داويد فساهية أدغوي والدبوليس عن عمر 72 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل داويد بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر يناير من العام 1972، وخدم في فترة النضال في القوات المقاتلة والوحدات الفدائية والإدارة الشعبية في المدن المحررة وجهاز الشؤون الاجتماعية بمختلف مستويات المسؤولية. وبعد الاستقلال عمل من العام 1994 وحتى يناير عام 2005 عضوا في اللجنة التنفيذية لجمعية معاقي الحرب، ومن العام 2005 وحتى عام 2019 عضوا في المجلس المركزي في الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب ورئيسا لجمعية المكفوفين حتى استشهاده. المناضل الشهيد داويد فساهية متزوج وأب ل5 أبناء، وقد ورى جثمانه الثرى ظهر اليوم 12 سبتمبر في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بعد حزنها لاستشهاد المناضل داويد فساهية وتقدم تعازيها لأسرته ورفقائه وزملائه. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت بريطانيا حزمة جديدة من العقوبات ذات الصلة بروسيا تستهدف سفنا تحمل النفط الروسي، بالإضافة إلى شركات وأفراد على خلفية توريد إلكترونيات ومواد كيميائية ومتفجرات تستخدم في صنع الأسلحة الروسية. تستهدف العقوبات الجديدة 70 سفينة أخرى قالت بريطانيا أنها تستخدم لنقل النفط الروسي، و30 شركة وفردا قالت أنهم ضالعون في تزويد الجيش الروسي بمعدات تستخدم في أنظمة الأسلحة، منها شركات إلكترونية مقرها الصين وشركة أخرى في تركيا. بدأت القوات العسكرية الأمريكية واليابانية ضخ مناورات مشتركة في تاريخها تحمل اسم التنين المصمم 2025. ووفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك، ستغطي هذه المناورات بشكل متزامن 3 مناطق من اليابان، جزر أوكوناوا وأكيواتشو وأكوادو، بهدف التدرب على سيناريوهات دفاعية على المحاور الجنوبية والوسطى والشمالية. كما ستشمل للمرة الأولى اختبار أحدث منظومة صواريخ أمريكية متوسطة المدى. وقالت وزارة الدفاع اليابانية أن أكثر من 14,000 عسكري ياباني وحوالي 5,000 جندي أمريكي سيشاركون في هذه المناورات التي ستجرى في الفترة من 11 إلى 25 من سبتمبر. ووفقا لسبوتنيك ستشمل هذه المناورات عمليات إنزال وتمارين نارية حية ومناورات باستخدام المدفعية والمنظومات الصاروخية، بما في ذلك قواذف الصاروخ الأمريكية المتعددة والصواريخ اليابانية. أعلنت السفارة الأمريكية في فيليونس أن روسيا البيضاء أطلقت سراح 52 سجينا من جنسيات مختلفة بعد مناشدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأنهم الآن في طريقهم إلى ليتوانيا، فيما أبلغ مبعوث ترامب رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو بأن الولايات المتحدة ترغب في إعادة فتح سفارتها في مينسك وتطبيع العلاقات بين البلدين. ودعا ترامب في وقت سابق رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو إلى إطلاق سراح هؤلاء المساجين وصفا إياهم بالرهائن. وأعلنت روسيا البيضاء في وقت لاحق إطلاق سراحهم. أطلقت روسيا صاروخا مع مركبة الشحن بورغوس MS-32 إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة باكونور الفضائية. وستقوم مركبة الشحن بورغوس MS-32 بتسليم حوالي 2516 كيلوغرام من البضائع إلى محطة الفضاء الدولية. ومن المقرر أن يتم الالتحام بين بورغوس M32 ووحدة زيفراد التابعة للقسم الروسي من محطة الفضاء الدولية في وقت لاحق. عناوين النشرة مرة أخرى: زراعة 95% من الأراضي الزراعية في مديرية تساني. تكريم طلاب المتفوقين في الإقليم الجنوبي. تقييم أعمال حملة التنمية الطلابية الصيفية في الإقليم الأوسط. بريطانيا تعلن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بسفن وصناعة أسلحة روسية. انطلاق أكبر مناورة عسكرية بين الولايات المتحدة واليابان. واشنطن تريد إعادة فتح سفارتها في بيلاروسيا. وصلنا إلى ختام النشرة، وإلى اللقاء.